حكيت لك على السنتر بتاعنا، بس هو محتاج يبان اونلاين اكتر بمحتوى فعلا بالظبط اونلاين يبقى اكتر. يعني بيجيب لنا في الاخر ناس تخش او تيجي تاخد الكورسات. امم فمش عارف نعمله ازاي، احنا ما عندناش لا فريق محتوى ولا عندنا خبرة اصلا في موضوع المقالات ده. بص، هو الاي اي يقدر يبقى بيغطي لنا الجزء ده. احنا ممكن نستخدم شات جي بي تي علشان نبقى بنعمل بيه ال يعني الدرافتس الاولانيه، وبعد كده نانو بنانا يعمل لنا البوستس والديزاينز، وبعد كده نعلم الناس عند حضرتك ازاي يقدروا يبقوا بيعملوا محتوى على حسب الشغل اللي احنا نبقى بنقدمه او الكورسات اللي هتبقى بتتقدم. ده سهل جدا نبقى بنصممه ونعمل له الاي اي اوتوميشنز والسيستم والكلام ده كله، وده سهل يتعمل بشكل يبقى معبر طب احنا ويفرق مش مع شاطرين في الناس. الكتابة ولا الديزاين، يبقى ايه يعني؟ صعب نراجع بقى الجودة دي، صح؟ ايوه، مش شرط نبقى شاطرين، هي الموضوع كله مبني على اللي هنتعلمه. فاحنا ممكن ابقى باخد 3 من الناس اللي عند حضرتك مثلا، دي من الكورسات بتاعتنا، ونشتغل معاهم بشكل شخصي 1 اون 1 على البروجكت زي اللي انا بحكي مع حضرتك عليه، او اللي احكي لك عليه برضه وابعته لك، اللي هو الجوكر بروجرام. انه يقدر يستخدم الاي اي علشان يطلع منه كونتنت يحسن بقى من عمليه المبيعات بعد كده. فاطمن يعني، دي حاجه ان شاء الله نعرف نبقى بنعملها ان شاء الله بعد الكونسلتيشن، وباذن الله هتلاقي تطور كبير في المستوى بتاعتهم. الناتج كمان انت هتبدا تلمسه، انك هتشوف ان هم بيطلعوا ريزلتس من اول يوم، بيبدا يطلع بوستات، بيقدر يطلع كونتنت، بيعرف يطلع فيديوهات. فباذن الله خير، ابشر.